انا بجد اسف ان الوصفه دي هتخليكم تندموا على الوقت اللي ضيعتوه وانتوا بتعملوا رز بلبن بالطريقه التقليديه، علشان النهارده هنعمل رز بلبن بلبن جوز الهند. الوصفه دي مناسبه جدا لاي حد فيجيتيريان او حتى عنده حساسيه لاكتوز، ده غير انها كريمي اكتر وبتطلع بوش مكرمش زي المحلات. يلا نعملها سوا، بس واحده واحده وركزوا معايا. في كوبايه لبن جوز الهند، معلقتين نشا، وباكت ويب كريم، وقلبهم كويس مع بعض. في حله هنزل الرز المنقوع على الاقل ساعه واحطه على نار متوسطه لحد لما يتشرب الميه ويكون دخل في السوا. ودلوقتي هضيف لتر من لبن جوز الهند. انا بضيف لتر كل نص كوبايه رز، وطبعا مع تقليب مستمر. ودلوقتي هضيف 3/4 كوب سكر او على حسب الرغبه، ومعلقه صغيره فانيليا. وبعدين اضيف خليط النشا والويب كريم واقلبهم كويس لحد لما نوصل لقوام مناسب، لا هو سائل قوي ولا هو متماسك. ودي الطريقه اللي انا بعرف بيها ان القوام بقى جاهز. شايفين القوام عامل ازاي؟ ده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه عشان نكون متاكدين انه هيكون كريمي لما يبرد. عايز اقول لكم ان الريحه ملهاش حل. بجد لبن جوز الهند بيديله ريحه وطعم مختلف تماما عن الطريقه التقليديه. ولو عايزين الوش يطلع مكرمش لازم نسيبه بره التلاجة لحد لما يبرد تماما، على الاقل ساعتين. وبعدين نغطيه ببلاستيك راب وندخله التلاجة لتاني يوم. وفي الوقت ده انا هبدا اجهز المكسرات على طريقتي. في طاسه ضيفوا اي نوع مكسرات انتوا بتحبوه. انا النهارده ضفت لوز وبيكان وعين جمل. وبمجرد ما نشم ريحه المكسرات ننزل بمعلقتين زبده. واول لما الزبده تسيح نضيف معلقتين كبار سكر. واهم حاجه نقلب كويس. وبعدين اول لما نحس انها بدات تتكرمل نضيف معلقه صغيره قرفه وبرضه نقلب كويس. واول ما احس انها بدات تتماسك في الوقت ده اشيلها من على النار ونسيبها لحد ما تبرد. وده شكلها اول لما تبرد تماما، بتكون مقرمشه وميكس القرفه والسكر والزبده مع المكسرات بيديها ريحه وطعم ملهمش حل. انا غالبا بخلصها قبل ما احطها على الرز بلبن. وده شكل الرز بلبن بعد ما خرج من التلاجة تاني يوم. شايفين قد ايه الوش مكرمش وبيكون كريمي جدا من جوه. انا هنا جيت لاكتر حاجه بحبها، وهو اني اقدمه بطرق مختلفه. انتوا كمان ممكن تبدعوا وتفننوا زي ما انتوا عايزين. ممكن تضيفوا مكسرات او فاكهه الموسم، ممكن حتى ايس كريم، وممكن كمان شوكولاته سايحه او حتى قرفه. اتمنى انكم تجربوه لان طعمه حلو جدا ومتاكد انه هيعجبكم. جربوه وقولوا لي ايه رايكم.